السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ ولا تحط لها مية سخنة ولا مية متلجة ولا تحط لها حاجة خالص. تعالي يلا صلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، وتعالي هقولك شوية تريكات كده للبزلة بتاعتنا. يلا بينا نفرز ونخزن شوية بزلة كده حلوين علشان خاطر الشهر الكريم ينعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما اقول لكم لما تحبوا تيجي وتخزنوا حاجه وتقعد معاكم من السنه للسنه، تاخدوها اول ما بتطلع. يعني انا اول ما البسله طلعت كانت غاليه جدا، رغم كده جبت برضو بتاع 2 كيلو شلتهم، وهي غاليه، كانت غاليه بدون ذكر هي كانت بكام. دلوقتي حاليا هي ب 22 جنيه ونص، يعني تقدروا تجيبوها، ولسه طبعا خضره لسه ما نشفتش. مشكله البزله ان هي لما بتنشف بتاخد منك وقت في استوى، وكمان ما بتبقاش حلوه في التخزين. انما طول ما هي خضره كده وطريه وطعمها بيبقى مسكر، على فكره انا بقف عند الفلاحه ادوق البزله اللي عندها اشوفها مسكره ولا لا. وطول ما هي طعمها مسكر، طول ما بتديكي في الطبيخ طعم روعه. هنفصص البزله بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصي بقى يا قلب اختك، البسله يا جماعه ولا بتتحط في ميه سخنه ولا تطلعيها على ميه ساقعه ولا اي حاجه من دي خالص، لانك بعد كده لما بتيجي تطلعيها لو حطيتيها في سخن وبارد وتيجي تطلعيها ان انت تطبخيها بتتهرى منك. انما هي كده بصي بتتعبى زي ما هي كده، بنغسلها ونسيبها تصفي ميتها خالص، او ممكن تنشفيها على فوطه كويس جدا، ما تخليش فيها ميه زي ما انا ما عملت. انا غسلتها ونشفتها كويس جدا جدا، وهنبتدي نعبيها في الاكياس كده زي ما انت شايفه. طيب هل ينفع ان انا اشيل البزله بقشرها؟ على فكره انا شفت شيف كويس جدا، انا بحب اسمع له وكلنا بنتعلم من بعض. هو شيف اصلا، تخصص شيف. انا ربة منزل ست بيت، انما هو شيف. شال البزله بقشرها وقال لك لما تيجي تطلعيها من التلاجة او من الديب فريزر ان انتي بتفصصيها كده على طول. بس انا عامه دي طريقه السنين اللي ما بغيرهاش. تمام. اللي انا على طول على طول ودايما بستخدمها هي ان انا افصص البسله بتاعتي واغسلها كويس وانشفها واعبيها في الاكياس زي ما انتوا شايفين كده. فكل واحد عنده طريقه معتمدها ممكن يمشي عليها. انا بحب اوصل لكم معلومه او حاجه انا بكون جربتها على مدار سنين عمري، اللي انا اتعلمته من امي ربنا يديها الصحه والعافيه. ان البزله بتتشال كده زي ما انتوا شايفين، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.